يا ألف أهلا وسهلا. تعالى خدكم رحلة في الزمن لأوروبا، تحديدا القرن ال17 وال18. بس قبل كده لازم نعرف إن الباروكة مش مجرد موضة سخيفة، دي حكاية طويلة جدا وبدأت من مصر القديمة. بس قبل ما نكمل، في لايك هنا حاول تدوس عليه. أيوة بس تمام. المصريين القدماء من حوالي 2500 سنة قبل الميلاد كانوا بيستخدموا الشعر المستعار لأسباب جمالية ووقائية من الشمس، وكمان التميز الطبقي بين المجتمعات، وكمان للتمييز الاجتماعي بين الطبقات. الباروكة كانت مصنوعة من شعر بشري يا إما شعر حيواني، وكانوا أحيانا يغطوها بمساحيق لتثبيتها، بحيث ألسون لوري في كتابها Historical Wig Styling Ancient Egypt to the 1830 بيتأكد إن الشعر المستعار كانت من الطقوس الاجتماعية والجمالية، وده بالظبط اللي كانوا بيستخدموه الفراعنة وقتها. كانوا بيحطوا باروكات على راسهم. وروما كانت اقل شيوعا هناك، لكن ظهرت بين النبلاء في الاحتفالات الرسميه، كانت علامه على المكانه الاجتماعيه، مش شيء عادي بين الناس. الشعر المستعار كان نادر جدا، دايما يستخدموه الرهبان او بعض المحاكم الملكيه. الهدف غالبا بيبقى رمزي، ودايما اظهار المكانه او اخفاء الصلع المبكر او الامراض الجلديه. بس لسه لم تتحول بعد لصناعه تجاريه واسعه. منتصف القرن ال17 مع الملك لويس الرابع عشر، الباروكه ابتدت تنتشر كموضه في البلاط الملكي كله. لويس الرابع عشر شعره وقع بسبب مشاكل جلديه، وبدأ يلبس باروكات ضخمة لتأكيد سلطته وأناقة البلاط. لويجي أمارا في كتابه ذا ويج A Hair Brained History بيقول إن الباروكة كانت وسيلة لإخفاء العيب وإظهار الهيبة، وكمان لغة سياسية. بس قبل ما نكمل عن لويس الرابع عشر لازم نعرف حاجة مهمة جدا. ايه السبب الحقيقي اللي خلى الباروكة تنتشر جامد جدا في اوروبا؟ مش بس الموضة، لكن كمان المرض. القرن ال16 وال17 اوروبا كلها كانت مليانة مشاكل صحية. واحدة من اكبرها كان الزهري سيفيلس، اللي ظهر حوالي سنة 1518 وانتشر بسرعة جدا. الباروكة كانت حل ذكي جدا، يعني لو شعرك وقع بسبب المرض، بدل ما الناس يضحكوا عليك ويشوفوك مريض، تلبس باروكة وتظهر ملك البلاط. متصل لو شعرك وقع المجتمع كله عرف ان انت عامل حاجة غلط. ده اللي خلى الطبقة الغنية في فرنسا تقول يا سلام نخبي الفضيحة ونخليها موضة. نيجي لانتشار الباروكة في انجلترا. الملك تشارلز الثاني رجع انجلترا سنة 1660. باروكة بقت موضة رسمية للنبلاء. جنتلمان خد لك باروكة. بحيث إيما ماركوفيتش في أطروحتها قالت A hair wigs and wig wearing 18th century England، تقول إن الباروكات كان مصدر سلعة وغالبا كان من شعر بشري. القرن ال18 الباروكات اصبحت رمز الطبقه الاستقراطيه، معقده جدا، غالبا بيضه او بودره بيضه بتغطي الشعر الطبيعي والاوساخ، واللي ألسون لوري بتشرح طريقه تصميمها والعنايه بيها. بس لما الباروكات كبرت وبقت ضخمه ظهر مشكله جديده. عارف هي ايه؟ الامل. الباروكة كانت ارض خصبه للامل والحشرات، خصوصا مع الشعر البشري الطبيعي. كانوا بيجيبوه من السوق او من الشعر المستعار للناس العاديين، وحتى المتوفيين. حقيقي كانوا بياخدوا الشعر من الجثث في المقابر. يعني اي حد كان لابس باروكة كبيره كان بالمعنى الحرفي مأمل بالكامل. وعلشان خاطر يحلوا المشكله دي اخترعوا عصا الهرش سكريتش ستيك، اللي كانت جزء اساسي في جيب اي راجل في البلاط الفرنسي او الانجليزي. وده كمان سبب بودره الشعر البيضاء، مش بس للموضة لكن كمان لتغطية ريحة الأمل والزيوت. باروكة مش شعر مستعار بس، ده تاريخ وطب واقتصاد وثقافة وسلطة وهوية. يعني أيامها لو مش لابس باروكة تبقى فقير، بس يا حلاوة هبقى غني ومأمل. من مصر القديمة لليونان وروما والعصور الوسطى لفرنسا والقرن ال18، الباروكة لعبت دور مهم جدا في حياة الناس والمجتمع حتى لحد النهاردة. أتمنى كل حلقة عجبتكم، ما تنسوش تدوسوا اشتراك، ولو انتوا على الفيس تابعوني عشان تعرفوا اللي قدامكم واللي وراكم.